الكفتة دي أنا متعودة أعملها، ولادي بيحبوها جدًا في ساندوتشات أو بيحبوها على المكرونة الاسباجيتي، بيبقى طعمها حلو جدًا، بس كان جديد بالنسبة لي إن أنا أحط فيها حاجتين أو نوعين powder أنا ما كنتش متعودة عليهم في الكفتة، خاصةً إن أنا عارفة إن هُم ما بيتحطوش على الكفتة أصلًا، فتعالوا مع بعض نشوف أنا عملتها إزاي. معايا هنا أولًا مجموعة من البهارات هتنزل دلوقتي على الشاشة، بس المميز معايا دلوقتي وهو الديميجلاز وكمان بونشا، الاتنين مع بعض ما كنتش عارفة هيطلعوا عاملين إزاي ولا طعمهم هيبقى عامل إزاي، بس طلعوا فظاع بجد، يعني إضافة مميزة جدًا، جربوه مش هتندموا. معايا طبعًا البصلاية، بس أنا هنا كمان ما شِلتش المَيّة بتاعتها، حطيتها بالمَيّة بتاعتها، بجد ما فرقتش كتير، النشا امتص كل السوايل وحوّلها لطعم حلو جدًا مع الدمجلاز، فخلّى الكفتة طعمها وريحتها فظاع، والّا ملمسها بجد رائع، وكمان حجمها زاد رغم إن أنا مش مزوّدة عليها أي حاجة. هنا بقى عجنتها كويس بالمعلقة، ممكن تحطيها في الكبة وممكن تعمليها على إيدِك اللي يريحِك. ريّحي الكفتة ساعتين في التلاجة، غطّيها وأنتِ بتحطيها في التلاجة، بعد كده هتبدئي بقى مرحلة التكوير. المسؤول عن إن الكفتة يبقى ملمسها كده ناعم ومش مفركشة ولا تحسي إن هي خشنة، هي إنِّك تحطي مادة دهنية وأنتِ في المَيّة اللي أنتِ بتستخدميها للتصبيع. في العادي إحنا بنستخدم مَيّة البصل لمّا بنصفّي البصل، طب إحنا دلوقتي ما صفّيناش المَيّة بتاعة البصل، هنعمل إيه؟ بشر طماطماية وعليها حبة زيت أو مية زي ما أنا ما استخدمت كده وعليهم حبة زيت. بصي الكفتاية طالعة ناعمة كحكاية زي ما بيقولوا، بجد ناعمة جدا. هتبدأي بقى إن أنتِ تكوريها كده كلها وبعد كده تغطّيها وتدخّليها جوّه التلاجة ترتاح كمان نُص ساعة، الكفتة دي والله مرتاحة أكتر من ناس كتير. الكفتة لازم ترتاح كويس جدًا ولازم تتحط في الطاسة ساقعة، دي خطوة مهمة جدًا، هو ده اللي بيخلّي الكفتة تفُك مننا وده اللي أنا اكتشفته مؤخرًا، إن الكفتة لو مش ساقعة كويس بتفُك. هابتدي إن أنا أحطها في حلة، الحلة تكون واسعة وفيها زيت حبة حلوين كده محترمين، يعني ما تستخسريش، عادي زيت ده ممكن تستخدميه تاني مرة تاني في أي حاجة بعد كده. هنا بقى طبعًا أنا غطيتها آخر دقيقتين عشان لو في حاجة ما استوتش تستوي، طبعًا النار بتاعتنا نار هادية، الكفتة دي ما بتستويش على نار عالية عشان ما تتحرقش منِّك. بُصّوا بقى الجمال، ناعمة، طعمها حلو، من جوّه كده مفرّغة، وكمان الإضافات اللي حطيت عليها دي اديتها طعم ونكهة حلوين جدًا وريحة حلوة جدًا. طبعًا لو عجبتِك الوصفة ما تنسيش تعملي زي كل مرة، اعملي share عشان الوصفة توصل لناس أكبر والكل يستفيد.